مدحت شلبي طالع بيتهم الخطيب انه بيتمرض وانه بيعمل منظر عشان الانتخابات. وفي حاجة تانية بيقول لك انه ما خدش التأشيرة بتاعت امريكا، هو ما سافرش امريكا عشان مريض، لا ده هو سافرش امريكا عشان ما رضوش يدوا التأشيرة لحاجة ما، يعني ما رضوش يدوا التأشيرة عشان في حاجة. السفيرة الامريكية كانت في النادي الاهلي قبل كأس العالم. ازاي محمود الخطيب لو مش عاوز تأشيرة مش هيسافر؟ انت بتدعي ان الراجل ده بيتمرض وان الراجل ما فيهوش حاجه، وانت قلت انك انت ما تتمردش او ما فيكش حاجه. يا كابتن مدحت شلبي، انت من كام شهر كنت بين الحياه والموت، كنت بتموت. الناس كانت بتدعي لك، محدش دعا عليك، الناس كانت بتدعي لك، ما حدش قال عليك انك انت بتتمارض. جاي تلعب اللعبه دي دلوقتي ليه؟ كاس العالم خلص ليه كام شهر، دلوقتي جاي تفتح مواضيع ليه؟ مواضيع فاتت وماتت. ليه جاي تفتح المواضيع دي وقت انتخابات؟ مين اللي خلاك تتكلم في الموضوع ده؟ واشمعنى الخطيب؟ يا ريت ده مرتضى منصور عمل كل حاجة، ما قدرتش تكلمه ولا تفتح بقك فيه، كان بيمسح بكرامتك الأرض. يعني مرتضى منصور كان بيمسح بكرامتك الأرض، ما كنتش تقدر تتكلم معاه. الخطيب عشان هادي ومحترم وراجل ملهوش في المشاكل، لا أطلع أتكلم عليه، أو حد زققني إن أنا أطلع أتكلم عليه. الناس بتكبر بتحترم سنها، للأسف أنت حضرتك مش بتحترم سنك. بتتكلم ان الاهلي في دفع شرط جزاء الكولر وريبيرو، دفع لهم 3 مليون دولار ولا 3 مليون يورو، وانت مالك ما تروح تشوف الزمالك اللي عليه دون الدنيا دي، ما قدرش تروح تتكلم على الزمالك. انت مالك؟ احنا كجمهور اهلي راضيين. انت مين اللي مسلطك؟ يعني مين اللي سلط انك انت تطلع في الوقت ده؟ يعني مين اللي سلطك؟ انت جاي تتكلم باسم مين؟ ما تقول حبيبك مصطفى يونس، حبيبك مجدي عبد الغني، حبيبك طاهر ابو زيد. ما وقت انتخابات ده، ما انت جاي تتكلم في وقت انتخابات على حاجات فات عليها ايام وشهور، يعني وقت كلام دلوقتي، وتدعي ان الراجل بيته مرض. يا ري انت كنت هتموت، ما حدش قال عليك انك انت بتتمارض. بتصفي حسابات ليه مع الخطيب ولصالح مين؟ والله لو عرفنا انك انت بتصفي حسابات لشخصية معينة هنرتاحوا، لكن انك انت راجع وسنن السكينة بتاعتك على الخطيب، لا ده فيها حاجة دي. وكلنا عارفين انك انت بتتكلم لصالح مصلحة حد معين، مش لمصلحتك انت الشخصية، لا لمصلحة حد معين. فالناس تكبر وتحترم نفسها، مش الناس تكبر وتبقى هلاهيل تتكلم بلسان غيرها. عيب عليك.